فوز منتخب مصر على منتخب بنين بطلوع الروح. وقبل اي حاجه اسمع لي الفيديو ده كده. حبيبي، عايز اعرف رايك في الدور ال 16 في ماتش مصر وبنين. رايك ايه؟ عليه الصلاه والسلام. الماتش ده يخلص 3-1. ما تراجعش ورايا يا باشا فكك بقى من اخوك عبد الناصر وملك ملوك التوقعات والكلام ده. انا بقول لك ما تراجعش ورايا. يا باشا 3-1. يا باشا نخش على مش هتكلم عن نفسي كتير يا جدعان، اهو قلت 3-1 يا جماعه. بعد اذنكم اختموا ورايا النتيجه اللي انا اقولها لكم، اختموا ورايا الكلام. خلصانه؟ نخش بقى على الماتش. يا كابتن حسام، هو مصطفى محمد في حاجه ما بينك وما بينه؟ الواد ده واكل ورثك؟ الواد ده وقع لك شعرك مثلا ولا حاجه؟ مش من اول الماتش بتلعب من غير فرود. والله العظيم مرموش وهو بيلعب فرود مش هيديك كوره. مرموش ده تنزله تحت المهاجم هيديك احلى كوره، يا اما تلعبه هاف. انا مش عارف يا كابتن حسام الصراحه، يعني مصطفى محمد انت معاك مشكله معاه، متضايق منه. مصر مالهاش علاقه بالكلام دوت يا كابتن. بعد اذنك احنا رفعنا 50 كوره في الماتش محدش طلع بدماغه عليها. اخويا مروان عطيه يحط جون تاريخي وبيعمل اسيست. ايه يا عم مروان ده؟ ومن غير ما اشوف، يعني انا لحد دلوقتي ما شفتش مين نجم الماتش عشان صورت بعد الماتش على طول. مروان عطيه مان اوف ذا ماتش من غير ما اشوف اي حاجه. لا ياسر ابراهيم وجمال ياسر ابراهيم، ايه يا ابني دماغك دي يا ابني؟ تسلم دماغك يا حبيب قلبي. ايه يا عم الدماغ دي؟ والله حمدي فتحي وجمال حمدي فتحي، الله اكبر عليك يا ابني. احنا النص اللي ورا كله تمام معانا. ثانيه بقى، النص اللي قدام مرموش وصلاح، في يا اخواتي مالكم؟ مالكم يا اخواتي؟ الحب جاني مالك؟ ابو مكه فوق معانا شويه يا ابو مكه. بس ارجع واقول لك احلى فينش ممكن تشوفه في العالم هو محمد صلاح. ايه ده؟ ما بيهزرش، خد الكرة على طول بوش رجله. التالت القاضيه، اديني اديني. ورغم الفوز يا اخواتي والصعود، في حاجه برضك مقلقاني. لو لعبنا بالاداء دوت قدام اي منتخب كبير هيبقى عليه العوض ومنه العوض، هينزلوا هيدوسوا على وشنا. فانت لسه جاي لك بوركينا فاسو، ولسه جاي لك كوت ديفوار، ولسه قدامك السنغال. الاداء ده مش هينفع، شغل التنميل ده مش هينفع. البطوله ديت بمبدأ اللي هينمل مش هيكمل.